ازاي تسوق فكرة المذاكرة لابنك او بنتك؟ خليكوا بقى معايا في الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم جدا. اول حاجة الهدف والجدوى. الهدف يعني انا بعمل حاجة دي ليه، والجدوى المنفعة اللي هتعود عليا لما اقوم بالحاجة دي. النقطة دي بتفرق في فكرة التحفيز الداخلي عشان ما يكونش تحفيز خارجي بس. التحفيز الخارجي دايما ممثل في الاب والام. طب لو حد منهم سافر لفترة زمنية معينة هيحصل ايه؟ الولد او البنت هيسيب الكتاب. لكن ما يكون تحفيز داخلي في كل الاحوال الولد او البنت هيذاكروا. دي فيها شقين، شق ديني وشق دنيوي. الشق الديني مهم جدا، هقول ليه بس خلينا نقول الاول بيكون حسب المرحله العمريه. يعني لو طفل صغير كفايه قوي نقول له عشان ربنا يحبك ويبقى راضي عنك. لكن في المراحل العمريه الاكبر بيكون الانسان مدرك طبعا اهميه يعني من تعلم العلم وعلمه ومنزله العلماء عند ربنا، وان بيبقى اثر ايجابي ممتد في حياه الانسان وبعد حياته كمان. النقطه دي مهمه لان كتير كنت اسمعها او اقراها انه في مراحل عمريه كبيره يعني تلاقي ولاد او بنات يقولوا ايه اهميه المذاكره ولا بذل مجهود ولا الوصول لاي حاجه او تحقيق طموح، ما النهايه واحده. فعشان كده الشق الديني مهم جدا. اما الشق الدنيوي بقى شقين، مقسم الى شقين، شق معنوي وشق مادي. المعنوي عشان تكون ارائك المطروحه مسموعه ومقدره من قبل الاخرين، لما يكون ليك مكانه علميه وعمليه مميزه ما بين افراد المجتمع. وكمان القيمة الذاتية ان الانسان يشعر بذاته وتحقيق طموحاته. اما بقى الشق المادي معروف طبعا الاكتفاء الذاتي ويعني الاعتماد على النفس وقدرة الانسان على تحقيق احلامه وطموحاته لما يكون عنده مركز مالي جيد. ده رقم واحد. رقم اتنين، حاجات بقى مرتبطة بالمذاكرة بشكل مباشر. ساعات كتير في اهل يحبوا اولادهم يذاكروا مع بعض كنوع من انواع التشجيع. بصراحة ما بحبسش الفكرة دي خالص لسببين. السبب الاول في الاغلب واحد فيهم هيبدا في جذب اطراف الحديث والاخرين هيدخلوا معاه في مناقشات فيتركوا المذاكره. الحاجه الثانيه ممكن يكون واحد فيهم بيحب مثلا يذاكر بالكلام فاكيد هيزعج الاخرين ويشتت انتباههم وتركيزهم. اذا كان في امكانيات متاحه يفضل ان كل واحد يكون له مكان مستقل في المذاكره. رقم 3، ساعات مثلا يبقى عندها طفلين، واحد اصغر سنا شويه بيتفرج على التلفزيون بيلعب جيمز، والطفل التاني في نفس المكان مطالب ان هو يذاكر. فالام تبتدي تشتكي ان هو هايبر اكتف وعنده فرط حركه وبيتحرك كتير وبيجري ومش عايز يركز ومش عايز يذاكر. طبيعي حطينا له مشتت بصري وسمعي جنبه. الحاجه التانيه في حاجه اسمها ستادي بيردن او عبء الدراسه. الدراسه فيها عبء يعني ذهني وجسدي ونفسي واي شيء فيه بذل مجهود، وده شيء طبيعي جدا طبعا. فازاي اطلب من طفل ان هو يقدر يعمل دوت وهو شايف حد تاني بيقوم بممارسه شيء فيه متعه او ترفيه؟ هيبقى طبعا منجذب اليه وعايز يترك ما في يده ويذهب هو كمان للعب او مشاهده التلفاز. ده شيء طبيعي. رقم 4، تثبيت مكان للمذاكره. في ناس تحب تتنقل في المذاكره، يعني النهارده اذاكر هنا وبكره اذاكر هنا. يعني مثلا الام لو خدت ابنها يذاكر في المكان اللي هو معتاد ان هو ياكل فيه، اول حاجه هيقولها لا انا جعت. خدته في المكان اللي هو متعود ينام فيه هيقول لها عايز انام. خدته في المكان اللي متعود يلعب فيه هيبتدي يتنطط حواليه. تثبيت مكان للمذاكره بيخلي العكسيد خلاص متاقلم ان ده مكان المذاكره. اوتوماتيكلي اول ما الولد او البنت هيدخل المكان ده هيبتدي يتحول لشخصيه تانية، تركيز وانتباه ومفيش اي فرط حركه ولا اي حاجه. زي كده الشخص الكبير، في ناس تقول انا عندي شخصيتين، شخصيه فورمال وشخصيه انفورمال. الرسميه بتظهر في الشغل والدراسه بتحول لشخص جد، لكن لما برجع في وسط اصحابي ومعارفي ببقى شخصيه انبساطيه الى حد كبير. نفس الفكره بالظبط، تثبيت مكان للمذاكره افضل بكتير، وده بناء على تجاربي انا نفسي حتى شخصيه. طيب في الفيديو جاي بقى هقول لكم كام نقطه ثانيه.